إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة مسداة. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عني الرواة والمحدثون بنقل المرويات والآثار التي تصور الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جوده وتواضعه وشجاعته وسيرته في أصحابه وأهل بيته إلى آخره. وقد عني كذلك بنقل الآثار التي تبين الصفات الخلقية له صلى الله عليه وسلم، ولقد ورد منها أحاديث جامعة شاملة تضمنت صفات خلقية عديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث أخرى تقتصر على صفة معينة أو أكثر، ولكنها لا تصل إلى درجة الشمول والجمع في هذه الصفات، وذلك مثل صفة وجهه وأعضائه أو صفة لونه صلى الله عليه وسلم أو صفة رأسه ولحيته أو صفة شعره إلى آخره. ومما لا شك فيه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال الإنساني في أرقى صوره، فهم في غاية الكمال في خلقهم وخلقهم، أطهر البشر قلوبا وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة. اختارهم الله واصطفاهم لنفسه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلم يكن بدعا من الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق والتكوين مسترعيا للأنظار، فكما هو قمة الكمال والجمال في خلقه، كذلك هو قمة الجمال والكمال في خلقه. ولا شك أن ذلك التناسق والجمال الجسمي له أثره الكبير في الدعوة والاستجابة لها. فكم من رجل دخل في الإسلام بمجرد رؤيته رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نور وجهه الشريف. فهذا عبد الله بن سلام حبر يهود وأعلمهم بالتوراة يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أسرعوا إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. فرسولنا صلوات الله وتسليماته عليه كان أحسن الناس وأجمل الناس، لم يصف واصف قط إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، فنقول هو أحسن في أعيننا من القمر، أحسن الناس وجها وأنورهم لونا، يتلألأ تلألؤ الكوكب. ولقد وصفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال:
أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما ينشد قول زهير بن أبي سلمى حين يقول لهارم بن سنان: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. فيقول عمر رضي الله عنه: ومن سمع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولم يكن كذلك غيره. وكذلك قالت عمته عاتكة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا، فجزعت عليه بنو هاشم فانبعثت تقول: عيني جودا بالدموع السواجم، على المرتضى كالبدر من آل هاشم. على المرتضى للبر والعدل والتقى، وللدين والدنيا بهيم المعالم. على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى، وذي الفضل والداعي لخير التراحم. فشبهته بالبدر ونعتته بهذا النعت، وإنها لعلى دين قومها. وبعد، فهذه نماذج وهي قل من كثر لما وصفه به الواصفون مما يدل على جماله وبهائه وملاحته صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا مع أحاديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بدا في الأفق نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. قبس من نور النبوة، برنامج يقدمه دكتور فوزي خليل.